المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأبرز العناوين. فخامة الرئيس الأفريقي يهنئ رئيس كينيا المنتخب ويليام روتو. إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تنظيم سيمينار للشباب في غردات. معطل 15 في انهيار أرضي في منطقة بجنوب غرب أوغندا. إردوغان يتهم الدول الغربية باتباع سياسة تقوم على استفزاز روسيا. واشنطن اختبرت بنجاح صاروخا باليستي عابرا للقارات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. هنأ فخامة الرئيس أفورقي الرئيس الكيني المنتخب ويليام روتو. سلم رسالة التهنئة اليوم 8 سبتمبر سفير إريتريا في كينيا السيد بينر سومة. وقدم الرئيس أفورقي التهنئة باسمه وباسم حكومة وشعب إريتريا، معربا عن ثقته في مساهمة كبيرة لانتخاب الرئيس روتو للدفع باقتصاد كينيا وتعزيز العلاقات الإريترية الكينية، مقدما تمنياته الطيبة. وعرب الرئيس روتو في اللقاء عن شكره للرئيس سياس أفورقي، مؤكدا استعداده للعمل عن قرب مع الرئيس سياس أفورقي والحكومة الإريترية. هذا وسيؤدي الرئيس الكيني الفائز في الانتخابات الكينية التي جرت في 9 أغسطس القسم يوم 13 سبتمبر. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت في الإقليم الأوسط اليوم قد أظهرت إصابة 5 مواطنين، 3 من غودايف و1 من ساسرات و1 أيضا من مايمنة بفيروس كورونا. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,163، شفي منهم 10,051 وتوفي 103 مريضا، فيما يتلقى 9 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 8 سبتمبر 2022. عقد سيمينار للشباب في مديرية غردات حول برامج التصدي ودور الشباب. وأوضح قائد الفرقة العسكرية المقدم ميكائيل دبساي في السيمينار الذي شارك فيه أكثر من 500 شاب، أوضح أن على المجتمع عامة والشباب خاصة رفع الوعي وتعزيز المساهمة في حزمة برامج التصدي، داعيا الدفع بتقديم المعلومات الآنية للشباب في مختلف الأوقات والاستفادة الشباب من هذه المعلومات لإحداث التغيير المنشود لأنفسهم ومحيطهم. وناشد الشباب الاستفادة الجيدة من الفرص المتاحة وبذل الجهد لاكتساب المعرفة. تلقت أسر الشهداء في مدينة كرن الدعم المالي والعيني، ويشمل الدعم المقدم من السيد تادلا أسفها صاحب مخبز ST تقديم عدد محدد من الخبز يوميا لأسر الشهداء المحتاجة لمدة عام، و2500 نعفة لمتطلبات الدراسة للعام الدراسي 2022 و2023. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة مدينة كرن السيدة تالتنغوس أبرها في مراسم الدعم أن البرنامج جزء من الدعم المقدم من الشعب في الداخل والخارج للمواطنين المحتاجين وخاصة أسر الشهداء. وشكرت باسم إدارة المدينة. وكانت أسر السيد تادلا أسفها قدمت العام الماضي 45,000 نعفة ل12 أسرة شهيد. قام السكان وأفراد الجيش بصيانة الطريق الممهد الذي جرفته السيول في منطقة عاشورم الذي يربط مديريات أفعبت وقرورة ونعفة. وأفاد مراسل إرينا أن صيانة الطريق تساعد لإعادة بدء حركة النقل البري التي توقفت منذ شهر أغسطس. شارك في النفير الذي استمر لأسبوعين نحو 140 فرد يوميا من سكان ضاحيتي شابايت وكوبكوب وأعضاء قوات الدفاع.
وأعرب المشاركون في النفير عن الارتياح لصيانة الطريق وبدء خدمات المواصلات. قام أعضاء وزارتي المالية والتنمية الوطنية وشركة ساوى للإنشاءات بغرس حوالي 13,000 شتلة يومي 5 و7 سبتمبر في ميدمنة. وقام أعضاء شركة ساوى بغرس أكثر من 11,000 شتلة وتبديل أكثر من 700 شتلة. وقام أعضاء وزارتي المالية والتنمية الوطنية ببناء المدرجات الحوضية في مساحة نصف هكتار وشتلها بأكثر من 1200 شجرة بالعمل يومين في الأسبوع منذ بداية شهر يونيو. ودعا المشاركون في حملة التشجير جميع المؤسسات للعناية بالشتول لضمان نموها. نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم في انهيار أرضي جراء هطول أمطار غزيرة في منطقة نائية بجنوب غرب أوغندا. انهيارات أرضية مميتة خلال مواسم الأمطار. اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة إلى بلغراد الدول الغربية باتباع سياسة تقوم على استفزاز روسيا. وردا على السؤال بشأن أزمة الطاقة في أوروبا، قال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي ألكسندر جرتشيتش: يمكنني أن أقول علنا إنني لا أجد أن السلوك الحالي للغرب صحيح. إن الغرب يتبع سياسة تقوم على استفزاز روسيا، وفي حين أن أنقرة تزود كييف بمسيرات عسكرية فإنها رفضت الانضمام إلى الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا على خلفية حربها في أوكرانيا. وعبر أردوغان عن اعتقاده بأن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا لن تنتهي في وقت قريب. وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بوقف جميع الامدادات إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذه الخطوة، مما يزيد من احتمال حدوث نقص في الامدادات في بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء. قالت الولايات المتحدة إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وهي عملية أعلنت عنها مسبقا لتجنب أي تصعيد للتوتر مع روسيا في خضم الحرب في أوكرانيا. وأطلق الصاروخ مينيت مان 3 غير المسلح من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا، واجتاز مسافة 6760 كيلومترا فوق المحيط الهادي قبل أن يسقط في البحر بالقرب من جزيرة كواغلين في جزر مارشال، وفق ما ذكرت القوات الجوية في بيان. وأضافت: هذا اختبار روتيني، ويتعلق الأمر بعمليات دورية تهدف إلى إثبات أن النظام الردع النووي للولايات المتحدة آمن ومضمون وموثوق وفعال. الخبر الأخير في هذه النشرة: رئيس تشيلي يجري تعديلا وزاريا بعد رفض الناخبين لمشروع دستور جديد. وقد أجرى هذا الرئيس التشيلي غابرييل نوريك تعديلا وزاريا واسعا أقال بموجبه وزراء الداخلية والصحة والعلوم والطاقة والأمين العام للرئاسة، وذلك للتوصل إلى انسجام أكبر في جهاز الحكومة. وتأتي هذه الخطوة بعد تصويت التشيليين بأغلبية ساحقة ضد مشروع دستور جديد، ورفض التشيليون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد، لكن الرئيس غابرييل بوريتش أعلن عزمه إطلاق مسار دستوري جديد. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. فخامة رئيس أفورقي يهنئ رئيس كينيا المنتخب ويليام روتو. إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تنظيم سيمينار للشباب في مديرية غردات.
معطل 15 في انهيار أرضي في منطقة بجنوب غرب أوغندا. أردوغان يتهم الدول الغربية باتباع سياسة تقوم على استفزاز روسيا. وواشنطن اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.